تخيل انك قاعد على شط البحر والجو جميل وهادي، فجأة تلاقي المية بتتسحب لورا والساحل بقى ناشف. الناس يفتكروا ان شوية والمية هترجع تاني، لكن الحقيقة ان الكارثة لسه ما حصلتش، لان بعد دقايق هتحصل موجة ارتفاعها ممكن يوصل لعشرات الامتار جاية تاكل كل حاجة قدامها. دي مش موجة عادية، دي تسونامي. تعال نبص على المعلومة. اول حاجة لازم تعرفها ان كلمة تسونامي دي كلمة ياباني، هي اصلها كلمتين، تسو يعني ميناء ونامي يعني موجة، يعني موجة الميناء. لكن خد بالك التسونامي مش مجرد موجة عادية زي اللي بنشوفها على الشط في وقت العواصف، لا دي سلسلة من الموجات العملاقة بتحصل لما بيحصل كارثة في قاع البحر. بص، الارض اللي احنا عايشين عليها مش قطعة واحدة، عبارة عن صفائح ارضية. الصفائح دي بتطفو على سائل موجود جوه قاع الارض. الصفائح دي بتتحرك طول الوقت بس ببطء شديد. لما يحصل ان صحيفتين من دول يتخبطوا ببعض او يتزحزحوا تحت الارض بيحصل مجموعة زلازل قوية جدا. تخيل معايا قاع البحر فجأة يتزحزح او يتشقلب فيدفع كمية كبيرة من المية لفوق. احنا هنا بنتكلم عن مليارات الاطنان من المية اللي اتزاحت في ثانية من القاع لفوق. الموجة الضخمة دي بتحصل هناك في المحيط، والغريب ان هي في وسط المحيط بتبقى سرعتها كبيرة جدا، ممكن توصل ل 800 كيلو متر في الساعة، لكن ارتفاعها هناك بيكون صغير متر او 2، وعلشان كده السفن اللي في عرض البحر ما بتحسش بيها. المصيبة بتحصل لما الموجة دي بتقرب عند المناطق الضحلة عند السواحل. هناك الموجة ما بقاش عندها عمق كافي تتحرك فيه، فتبدأ سرعتها تبطأ. بس في نفس اللحظة اللي سرعتها فيها بتبطأ ارتفاعها بيعلى بشكل جنوني، فتتحول الموجة الصغيرة اللي كانت هناك في عرض البحر ارتفاعها متر او 2 لموجة ارتفاعها ممكن يوصل لعشرات الامتار، بتدمر كل حاجة على الساحل قدامها. كمان التسونامي ممكن تحصل لو بركان انفجر في قاع البحر، او حصل انهيار ارضي تحت المحيط، او نيزك وقع في البحر.